اليوم بدأنا نسمع أكثر عن الأف 1 صح؟ أوكي كول، خلينا نتكلم عنها. هنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز. هذا سباق سيارات التسارع يوصل فيه أكثر من 320 كيلومتر في الساعة في مدن حوالي العالم كله، مع سواقين مشهورين بشكل جنوني، وفريق يتكون من مئات لين آلاف من الأشخاص. سباق متقدم جدا كأنه صاروخ على الأرض، وغالي لدرجة انهم سووا نظام ان كل فريق ما يصرف اكثر من 140 مليون دولار كل فريق، والموضوع اكثر من كذا بكثير. عندك هذا من كاميرا تصوير حلبة جدة في السعودية، تكلفة بناء الحلبة اكثر من 500 مليون دولار، والجمهور كبير وكأنه جمهور كرة قدم كل يوم. انا احب سباق الافوان، لكن في ناس كثير اول مرة تسمع عنه بسبب الاشياء اللي احنا فيها وتقول ها وإيش هذا؟ حروق والشيء حروق. خلنا نغوص فيه شوي. هذا شرح للفورمولا 1 وحق نعرف ونتواكب مع هذا السباق الجنون اللي صراحة العالم فجأة صارت مغرمة. لكن السؤال الكبير هو ليش نسوي هذا؟ نصرف مبالغ كبيرة على سباق الأف 1 والتكنولوجيا والترفيه. الجواب هو وش ناخذ احنا في المقابل؟ هذه مو بس سيارة سباق بل بروجرام فضائي، لكن على general growth in interest. F1's becoming much more of a thing here in the States. Monaco Grand Prix, win the Italian Grand Prix, Bahrain Grand Prix. سباق الفورمولا 1 هو سباق متطور وفيه أحدث التكنولوجيا اللي وصلنا لها في عالم السيارات، وكل فريق يصمم ويصنع سيارته بنفسه، والجزء الأفضل هو أن كل فريق يطور السيارة في كل ريس، مش بالضبط لكن على حسب التعديل. يعني التحدي في سيارات الأف 1 يكون حوالي السيارات نفسها، مو بس كيف تتسابق فيها لكن كيف تصنعها وتعيد تصنيعها again and again. من التحدي، وهذا بالضبط اللي ليش انا احب سيارات الاف. تقول انه سباق الابطال، لكن هو اكثر من هذا، هو سباق للنيردز، للدواقين. كل فريق يتسابق بسيارتين، يعني سائقين لكل فريق، 3 أيام لكل سباق او يسمونه جراند بريكس، تجارب، تأهيل ويوم السباق. وهنا كيف الامور تعمل، اللي يجيب اسرع لفة في سباق التأهيل وهو اللي يكون الاول في يوم السباق. والتجاوز مو سهل، يعني مهم جدا من وين انت تبتدي السباق، والسواقين يحصلون نقاط على حسب اي مرتبه هو فيها، من الاول لين العاشر، من بعد العاشر بلط بحر مالك شيء. تبي مني شيء؟ لا انا ما ابي شيء بس. وتحصل السواقين يبغون يحصلوا على اكبر عدد من النقاط حق يفوزون ببطوله السائقين، اما الفريق يبغى يحصل على اكبر عدد كتوتل من السباقات كلها عشان يفوزوا ببطوله الصانعين. والبطولتين نوعا ما يضحكون، لان تحصل الفريق يكلمون السواق، تسمعهم في الراديو انه يكلمون السواق عشان يتجاوز على سيارات معينه، لكن السواق يرفض. لكن الكل متفق ان السواق لازم عليه يسرع as fast as he can، والفريق يصنع افضل سياره. فكر في سيارة الفورمولا 1 كطيارة مقلوبة فوق تحت، اثنينهم مصنوعين انهم يمشون في اتجاه الريح بسرعة جنونية، لكن اجنحة الطيارة ترفع الطيارة لفوق، اما اجنحة الفورمولا 1 تنزلها الى تحت في الارض. طيب ليش؟ لان الفوز ما يعتمد على السرعة لوحدها، يعتمد على التحكم في السيارة، وهذا يتطلب ثبات عالي في الارض. طالع في شكل هذه السيارة، الحين تشوف تدفق الهواء على هذه السيارة، وشوف كيف بعض الهواء يروح فوق الأجنحة وبعضه يروح تحت السيارة. هذا يسوي ضغط عالي فوق السيارة وضغط منخفض تحت السيارة، ويسحب السيارة يشفطها إليه تحت. مثل لما تكون في السيارة وتطلع يدك برا، شوف كيف الهواء يرفع يدك لما أرفعها من قدام، والعكس تماما لما أنزلها من قدام ينزلها. هذا نفس سيارة الفورمولا 1، وهذا ما بس تشوفه في الأجنحة، تشوفه حوالي السيارة كلها. ونقدر نتكلم ساعات على تصميم السيارة، على الشكل وانسيابية الهواء، وبعض الهواء يدخل داخل السيارة حق يبردها، وبعضه يغلي الضغط حق تسرع أكثر، مثل ماريو بوست. وهذا اللي يسمونه DRS، هذا تسمعونه كثير في السباقات. اسمع في هذا المقطع DRS. Now, Charles Leclerc is going to have DRS to try and fight it. ولا ننسى قوة الجاذبية وكيف تأثيرها على السواقين، بالأخص لما نقول
5G. ما هي ال 5G؟ في علم الفيزياء الجي هي الجرافيتي، الجاذبية، يعني الواحد جي هو المقدار الطبيعي من قوة الجاذبية اللي تسحبنا للأرض، لكن الأرض تمنعنا. يعني مثل إذا كان ما في جاذبية راح تشوف هذه البرتقالة تطير مثل كذا وكأنها في الفضاء، لكن مع قوة الجاذبية راح تسحبها للأرض. لكن تخيل ان قوة الجاذبية هي 5 أضعاف اللي هي كانت عليه، يعني البرتقالة راح تتعرض الى 5 أضعاف اللي هي تعرضت عليه. يعني بدل ما تتعرض الى 1 جي راح تتعرض الى 5 جي. هذا الشيء بس يخليك تشكر ربك انك ما انت البرتقالة، وتخليك تقدر اساسا قوة هذا السواق وكيف يتعرض في ال 5G وبالاخص في اللفات. سيارة الفورمولا 1 هي عبارة عن ادوات موسيقية من الايروداينامكس. تقدر تشوف تحسينات الفريق على هذه السيارة خلال السنوات، وفهم احتياجهم للأجنحة وين يحطوها وتدفق الهواء والشكل حق بس تحسين جزء واحد من الثانية، ومئات وأحيانا آلاف من الأشخاص يشتغلون كفريق واحد. كم تكلفة هذه السيارة؟ فريق الأف1 ما يحب يشارك هذه المعلومات، لكن في شركات ومستثمرين في شركات ثانية لازم تطلع ميزانيتها آخر السنة. فمع بحث خفيف نشوف أن كل فريق ينصرف من 96 مليون دولار إلى 425 مليون دولار. لكن بعد ما طلعت هذه المعلومات للعلن، الأف1 طلع نظام جديد وهو أن كل فريق ما يصرف أكثر من 140 مليون دولار، يعني 525 مليون ريال سعودي. واو، الرقم مرعب. بعدها حق تصرف على سيارة واحدة 525 مليون. كل فريق يصرف أكثر حق يطلعون سيارة خارقة. طيب كم العائد؟ كم يطلعون؟ على حسب التقرير اللي عندي هنا الفريق يطلع ولا شيء. على سبيل المثال ناخذ فريق ريد بول، طلعت حوالي 230 مليون، ونجمع هذولي 229 مليون التكلفة. انتهوا تقريبا بحوالي 1.5 مليون من الأرباح دولار. طيب ليش يسوونها إذا ما تربحهم شيء؟ شوف هذا على سبيل المثال من فراري يقول صورتنا في البراندنج تعتمد على نجاحه في الفورمولا 1، يعني دعاية. يستخدمون الأف1 حق يبيعون منتجات ثانية سواء كانت سيارات أو مشروبات. كترفيه صراحة الأف1 جبارة، لكن في ناس تحس إنها ضياع للوقت. Much does a Formula 1 car cost? 400 million. Worth all that money? لكن كترفيه تقدر تقول ليش تسمع حق راشد الماجد، حق أم كلثوم. وفي ناس تشوف الأف1 كتكنولوجيا، كل هذه الهندسة والطاقة المهدرة في 20 سيارة عضلات تخليك تفكر هل المفروض يهدرون هذه الطاقة في أماكن ثانية؟ لو تجي للأف1 هي أكثر من ترفيه، هي هيوج تجارب أو تجربة علمية كبيرة. الأف1 تحط أقصى ما عندها من قوة وإيش تقدر تسويه من تكنولوجيا حق تنافس إلى هذا المستوى، حق تحقق هذه السرعات الجنونية، وحق تخلي السواقين في أمان. الفكرة هي إن التكنولوجيا اللي يوصلون لها ينقلونها لسياراتنا اللي نستخدمها يوميا. مثل الحين الفورمولا 1 50% أكثر اقتصاديا efficiency من قبل بسبب محركات الهايبرد أو الحساسات اللي في كل مكان في سيارات الفورمولا 1 حق تكشف تعطي معلومات للفريق حق يحلل السباق، كيف السيارة، كيف أداء السيارة. وهذا اللي الحين نقدر نشوفه في سياراتنا الجديدة، ما فيها حساسات تكشف الشوارع وغيره، حق نوصل إلى السواقة الذاتية. وهذا الهدف من الأف1، وهو مو بس مجرد مبالغ تنصرف، وهو بحث علمي يصير حق نوصل إلين أطور وأحدث التكنولوجيا في عالم السيارة من باقي الفورمولا 1، ويصنعون ويش تحب الناس. طيب الحين هو السؤال، ويش نحتاج احنا نسوي في المستقبل؟ إذا الأف1 مهمته إنه يطور في تكنولوجيا السيارة، والحين السيارات رايحة إلين الكهرباء، هل الأف1 بعد لازم تروح للكهرباء؟ وإذا راحت للكهرباء هل راح تظل تعطينا نفس الأداء وتطور في السيارات؟ وبعدها راح تقول أوه خلينا نروح نتابع السيارات اللي على بنزين؟ ما أعرف، أنتوا وش رأيكم؟ الحين تقدروا تتكلمون، ممكن تتابع ريس، ممكن تروح سباق الفورمولا 1 تسمع الطرب أو تسمع سايلنت. أنت اختار، أنا بكون معكم إن شاء الله.
وكذا راح نقول لكم انتهى الفيديو، واذا عجبكم لا تنسونه بلايك، سبسكرايب، وانشروا بين اصحابك.